بس انا عايز اعرف، هو ابو هانز فليك هو اللي مات، ولا ده هي سودا لا يكون ابو لعيبه ريال مدريد هو اللي فارق الحياه؟ اصل انا ليا عينين وبشوف، شايف فريق تعيس ابن تعيسه وكئيب ابن كئيبه في الملعب. اقولها لك بكل احترام يا اخي، يحرق ميتين دي لعيبه، قسما بالله العظيم فرق شاسع ما بين اللعيبه بتاعه ريال مدريد ولاعيبه برشلونه. لعيبه برشلونه نازله عشان تحسم الليجا الاسبانيه، وانت نازل عشان تحرق اعصابنا. نازلين بيلعبوا من اجل جمهورهم، وانت قاعد تلعب باعصابنا وعمال توتر اللي جابونا. انا عارف ان الليجا كده كده كانت محسومه، ولكن تتفرج النهارده ايه ده يا عم؟ ده ايه ده يا عم فيني؟ واحنا هنضغط ليه؟ صح، ما احنا معانا 15 دوري ابطال، وانت يا مستر هانز فليك تدري مش لعيبه ريال مدريد هي اللي قتلت ابوك. يعني انت في اقرب وقت وعندك هموم الدنيا، وفي الاخر تلاقي مستر هانز فليك برضه رايق. يعني انت لو ما كانش ابوك مات كان ممكن تخرج اللعيبه بتاعه ريال مدريد من غير شريطه. تتفرج النهارده هانز فليك رغم التشكيله وهو مرقع، وانت برضه عندك غيابات وكل حاجه، ولكن شوف هتلاقي الواد ايريك جارسيا يلعب ظهير ايمن مفيش مشكله، يلعب لاعب خط وسط ما بيشتكيش، يلعب مدافع لو وقفوا ان هو يجمع كرات والله العظيم ما يقول انا ما اتخلقتش عشان ابقى ظهير ايمن. سامعني يا عم فالفيردي؟ سامعني يا مستر فالفيردي؟ فتتفرج النهارده تلاقي الواد اللي اسمه راشفورد بيلعب ناحيه اليمين مش الشمال، تلاقي فيرمان لوبيز اللي هو لاعب خط وسط بيلعب ناحيه الشمال ما عندوش اي مشكله. فرانك ديونج واخد بالك شارك في الشوط الثاني. اما اللعيبه بتاعه ريال مدريد قسما بدين الله انتوا اصنام، قسما بالله العظيم كرة القدم ده مش كاركو. انا اقول لك على حاجه يا تشاوميني، انت تتفرج على الفيديوهات بتاعت محمد علي كلاي وتقدم في مسابقه بتاعت كيك بوكسنج وسيبك خالص من كرة القدم. وانت يا مستر فينيسيوس انت لايق عليك انك تبقى حرامي، تطلع في الزنقه بتاعت الاتوبيسات تتسلق واخد بالك محافظ وتتكل على الله وهتمشي معاك، وانت يا كامافينجا الزفت عليك وعلى اللي جابوك وش امك نحس. في كل مباراه تلعبها مع ريال مدريد واخد بالك لازم ما نكسبهاش. انت تروح تقف في صالون الحلاقه بتاع اخوك وفكك خالص من كره القدم. تتفرج النهارده كابتن بلينجهام في الشوط الاولاني فقد الكوره 15 مره. تتفرج النهارده في الدقيقه 8 راشفورد بيشوف كوره، يعني الكوره شايفه كورتوا وكورتوا شايف الكوره ومع ذلك الكوره بتخش. تتفرج في الهدف الثاني تلاقي شويه الصيع. قسما بالله العظيم يا اسينسيو انا لو اقدر اسافر اسبانيا واشهد ضدك في القضيه لاحبسك يا مسجل خطر يا محبوس يا ابن المحبوسه. فتتفرج مفيش اسينسيو، مفيش الواد اللي اسمه روديجير اللي هو تقريبا يروح يلعب في رياضه الخيول ولا ليه في الكوره ولا اي حاجه. فتوريس سمكه التونه العنيده يسجل الهدف واخد بالك الثاني. حتى على مستوى الاظهره بتاعتنا الواد اللي اسمه فيران جارسيا يروح قدم في المسابقه بتاعه الجري. التبديلات كمان كلها تسد النفس. يعني انت منزل لي ماستنانتونو الزفت ده بيعمل ايه؟ قسما بالله ما شفنا اي حاجه باستثناء ابراهيم دياز، هو اللاعب الوحيد اللي كان عنده كوره. الفرصه الوحيده اللي عملناها بتاع جونزالو جارسيا ضاعت، وكل سنه وانت طيب على كده. فرق شاسع بين اللعيبه بتاعه برشلونه ولاعيبه ريال مدريد. لعيبه برشلونه بتسمع كلام المدرب وبتطبق التعليمات بتاعته بحذافيرها، اما لعيبه ريال مدريد فكل واحد عايز مدرب على مزاجه. ناخد راي فيني، ناخد راي بلينجهام، ناخد راي فالفيردي، وبالمناسبه كمان امبابي. يعني انت يا امبابي لما كسبنا اسبانيول لا نزلت ستوري ولا باركت للعيبه ولا اي حاجه. سيبك من شغل كده النسا ده. هلا مدريد ايه واحنا مرعوعين 2-0 يا عم امبابي عشان المباراه تنتهي في الاخر برشلونه يرفع كاس الليجا واخد بالك. واول مره تحصل ان برشلونه يحسم الليجا في الكلاسيكو. الفرق بقى اسبوعين 14 نقطة 14 نقطة وفرق شاسع كمان في التبديلات لما نزلوا. اتفرج على رافينيا لما نزل قاعد بيضغط وقاعد بيعمل كل حاجه. انما احنا معانا 15 دوري ابطال، ما ينفعش نضغط، ما ينفعش ان احنا نصنع فرص، ما ينفعش ان احنا نستحوذ على الكوره. برشلونه النهارده كان بياخدك على قد عقلك. اقسم بالله العظيم ورحمه ابويا في تربته ان برشلونه كان بيلعب واخد بالك بهداوه جدا، لا مستعجل على الفوز ولا اي حاجه. واحده واحده خلاصه الشوط الاولاني برشلونه سجل هدفين وراشفورد ضيع هدف. الشوط الثاني ريال مدريد ما وصلش ولينا ركله جزاء يا عم حكم، ولكن دي مش حجه ولا اي حاجه بتاعت بلينجهام. ولكن تتفرج في الشوط الثاني ليفاندوسكي بيضيع فرصه، والواد اللي اسمه فيرمان لوبيز بيشوط كوره بيصدها كورتوا، ومع ذلك ريال مدريد مش قادر انه يطلع بالكوره لان اللعيبه بتاعت برشلونه بتطبق موقف 2-على-1 في حاله حيازه ريال مدريد الكوره. اما لما برشلونه بيبقى معاها الكوره لعيبه ريال مدريد عندهم تسلخات في فخادهم، لا قادرين يجروا ولا قادرين يضغطوا ولا اي حاجه. مبروك الليجا الاسبانيه بالنسبه لبرشلونه، ومبروك علينا الموسم الصفر للسنه الثانيه على التوالي. واتمنى يجي مدرب بكرباج سوداني ويقعد يجلد اللعيبه دي في منطقه حساسه مش هينفع اقول لك عليها. ابشع كلاسيكو بالعالم،
أسوأ كلاسيكو بالعالم. حتقلي برشلونة فاز وحسم اللقب في مباراة الكلاسيكو، انسى الفوز وانسى انه برشلونة اخذ الدوري. هيدا كلاسيكو. برشلونة اليوم بيعامل ريال مدريد كأنه حصة تدريبية. مباراة الكلاسيكو اصبحت حصة تدريبية. أسوأ جيل في تاريخ مدريد، ما نتخبى ورا اصبعنا. أسوأ نادي، أسوأ إدارة، أسوأ رئيس نادي. قلب الكلاسيكو نزهة لنادي برشلونة. في الدوري الإسباني ما في منافس لبرشلونة. أسوأ دوري بالعالم يا رجل، مش هيك؟ قرف قرف. بتشوف لاعبين مدريد بتلاقي عندهم أسامي واو، بأرضية الملعب منن رجال، بعكس لاعبين برشلونة ما عندهم هالأسامي اللي بيمتلكوها ريال مدريد، ولكن بالملعب فعالين، بالملعب رجال. شوفوا كيف بيقدروا للمدرب هانز فليك لاعبين برشلونة، شوفوا كيف بيحترموه. وشوف يا مدريدي لاعبينك شو مساويين بالنادي، لا بيحترموا النادي ولا الإدارة ولا المدرب، حتى ما بيحترموا جمهور ريال مدريد. لاعبين مدريد ما عاملين قيمة لا البرنابيو ولا لجمهور ريال مدريد ولا للإدارة ولا رئيس نادي ولا حدا. للأمانة دوري إسباني سيء وأسوأ نادي ريال مدريد، وفي دوري إسباني لا يوجد منافس لنادي برشلونة.